أقيمت. نعم، في الفردوس الأعلى بإذن الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله. الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. هنيئا له الشهادة. اللهم تقبله في جنتك مع الشهداء والصديقين والأبرار، واجعل من دمائه زكية نبراسا لنا في جهادنا لنصرة دينك. تحرك إبراهيم. تفضل محامي الدفاع. لا أحد يدافع عني. أرفض المحكمة وأرفض القاضي. إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله. ايه زين حبيبتي، الله يخليك مو تنسين، ترى تفوتك السهرة. لا خلص على موعدنا كريستينا، كمل شغل واجيلك. ما تحلى السهرة إلا بوجودك. زين زين كريستينا، كلمك بعدين. عجيبة، وش بيها؟ هاي شنو صاير؟ ضحايا تفجير، سووا انتحار بسوق النبي يونس. زين ماكو شيء، سهله ان شاء الله سهله. الحالات بنحجب فيها تروح على غرف عناية مركزة. نادين الدكتور ياسين، دكتور احلام، بسرعه بسرعه. وفقا لقانون مكافحة الإرهاب المرقم 13 لسنة 2005، وبموجب المادة 4 البند أولا من القانون، وبصفته فاعلا أصيلا لأعمال إرهابية مبينة،
حكمت محكمة استئناف نينوى والاتحادية حضوريا على المتهم عبد الله حسان عوف بالإعدام شنقا حتى الموت. ستندم يا قاضي الكفر، ستندم. رفعت الجلسة. ستندم أيها النصراني. ستقوم دولتنا في العراق، دولة الإسلام باقية وتتمدد، دولة الإسلام باقية وتتمدد، بل باغية وتتمدد. خذوه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. محاضرة من عندك، يعني المريض لا ميت، من يتحمل المسؤولية هذه؟ شوف الأشعة. ما اقدر اشوف الاشعه وهو ينزل، الضلع اللي فوق القلب مكسور، شو اسوي؟ بس عافية عليك، أهنيك على هالشجاعة. اكو قرارات تحتاج سرعه مو شجاعه. يا معودة يعني حتى الأمثلة مالتش عسكرية. انا متربيه ببيت عقيل. دكتوره جوانا، المصاب اللي رجلين بترتب الانفجار خلاص صار جاهز. يلا. الحمد لله على سلامتك. الحمد لله على سلامتك. بشراك يا أبا عبد الله. يا دام مبروك، تستاهل. انت المفروض يعدموك 20 مرة على عدد الناس اللي قتلتهم وذبحتهم بدم بارد. من يدري، ربما تكون 21. حبل المشنقة أقرب مني إليك. أعدك ستقوم دولة الإسلام في العراق، ولن ينحر رقبتك غيري. راح نشوف منو ينحر رقبة منو. وبهذا الحكم الذي أصدرته محكمة استئناف نينوى والاتحادية تنتهي حقبة إجرام المدعو عبد الله حسان عوف الملقب بالذباح. أخيرا سيدي خلصنا من الإرهابي الذباح وصدر حكم إعدامه. بس احنا لازم ناخذ حذرنا من خلايا النائمة بالموصل. اطمئن سيدي، هو هذا اللي احنا مخلينا بمخططاتنا. زياد، أريدك تنشر عناصرنا بالموصل، وأريد تقرير يومي كل المعلومات. لا تقلق سيدي، عناصرنا مزروعين دا يزودوني بكل التحركات. أخبار المقهى، أكو شيء جديد؟ والله يا سيدي فكرة المقهى ممتازة جدا، خلتنا نزرع عيون تكشف الخلايا النائمة هناك. الظاهر عجبتك الشغلة. شو تريد بعد؟ مقهى وبنص بغداد ومربحة؟ برأيي تستقيل وتبقى بهاي الشغلة أحسن. والله سيدي يا بيني وبينك شغلة مربحة وممتازة جدا. يا سيدي انت تعرف استعدادي تجاه بلدي، أنا مستعد أشتغل أي شغلة حتى نخلص بلدنا من الإرهاب. والنعم منك. أهم شيء تركزون على الأشخاص اللي يذكرون اسم الذباح وتراقبوهم. أمرك سيدي. بارك الله بجهودكم. أشكرك سيدي. متأكدة أني حليت أحسن منك بامتحان اليوم. طيب يا ربون، راح نشوف إنه اللي يطلع أول. راح أتصل بجوانا وأقول لها إن إحنا خلصنا امتحانات. ما ترد. أكيد عندها عملية. طيب راح أتصل ببابا. سدي الموبايل، بابا وصل بالسلامة. الحمد لله. اهلا 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 حبايبي. هلا بابا. شلونكم؟ الحمد لله على السلامة. هلا هلا حبيبي. شو اخباركم اليوم؟
الحمد لله. شو اخبار الامتحانات؟ اكيد مثل كل مرة. خلاص بدأت العطلة الصيفية الحمد لله. تمام. السلام عليكم. اهلا وسهلا. ما شاء الله، الله يزيد ويبارك. يابا فينا ناخذ مبلغ التبرع الشهري. تبرع؟ اي تبرع. احنا جاي نصرف هاي الفلوس على الايتام والمحتاجين والفقراء. مبلغ الضاعف. الضاعف؟ ايه الضاعف، اليوم وبعد، لان الناس ما لاقيه تاكل، ما عندها شغل، الفقر كاتلهم. يعني انتوا توليتوا شؤون الفقراء بدلا من الحكومة. ايش عليك؟ ادفع بالتي هي احسن. حاضر سيدي، تفضل. ان شاء الله بميزان حسناتكم، والله يزيدنا من بركاتكم. خاف من حكم الاعدام؟ ابا عبد الله لا يهاب الموت. لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. لا تقلق ايها الامير، سيتغير الحال إن شاء الله قبل موعد تنفيذ الحكم، وستعلو راية الإسلام فوق الموصل وكل العراق بإذن الله تعالى، وتكون يدنا هي الأقوى ويد الله فوق أيدينا. أريد التحدث مع أبا الوليد. أين الجوال؟ أخفيته في مكان آمن كي لا يعثرون عليه في جولات التفتيش المفاجئة. ألم تسمع هذا الشرطي الرافضي النجس؟ وكيف أتحدث الآن إلى أبا الوليد؟ لم تسنح لي الفرصة أثناء المحكمة. كان يريد أن يقول لي أشياء كثيرة. اهدأ يا أمير، سيكون الجوال عندك مساء. أيها النصراني، ستقوم دولة من هذا زياد؟ دولة الإسلام. حقك تسأل، لأن أنت صار لك فترة طويلة بعيد عن الموصل وما تعرف الذباح منه. هذا أخطر داعشي بالموصل، ارتكب جرائم بشعة جدا قبل أن يلزموه. نشاطات هوايل داعش في الموصل، شكلهم يحضرون لشيء كبير، الله يستر. داعش عنده آلاف الخلايا الناعمة بالموصل، وأكو صعوبة كشف هذه الخلايا، لذلك دا يزداد ودا تزيد جرائمه. لا وفوقها سيطرت داعش على حدود الموصل والأنبار، وسيطرت على طريق بغداد الموصل بشكل كامل. واحنا ما نعرف شنو ناويين داعش بظل هذه الفوضى. هسه المهم تقول لي شو وقت تسافر باريس حتى تمارس عملك بوكالة الأنباء الفرنسية. الوكالة طلبت مني إجراء مقابلات وحوارات حول القضية الكردية، وهذا يحتاج الوقت. ما ترد؟ هذه جوانا. رد عليه، خاف محتاج شيء. هلا بيش دكتورة. خلنا نشوفك، صار لك شهرين مسافر ما شفتك. شو اخبارك؟ زين قيس، ولا تريد اقول لك استاذ قيس مثل ما تقول لي الدكتوره؟ لا قولي لي قيس من غير ألقاب. زين زين، مع السلامة. مع السلامة. شو تريدين منه؟ اتركيه بحاله، انت هسه مخطوبة من ابن عمك نشان. ما اريد شيء، احس بذنب اتجاهها. خبر خطوبتي صدمه، مع اني قلت له من الاول ما راح يصير شيء وحددت العلاقه، بس هو ما دا يفتهم،
مشكلتها افتهم مشاعرك خطأ. اهتمي بنفسك وبخطيبك، ولا تنسين زوجك بعد شهرين. مو كنت سكنت بشقة مؤثثة بدل الهوسة اللي مسويتها ببيتكم؟ أنا وأبويا فرحانين بوجودك ويانا. أنت مو بس صديقتي، أنت أختي وحبيبتي بعد. ولو دار الضيافة بالمستشفى كانت زينة كنت تركتك براحتك. وهذه الشقة المؤثثة أنت أولى بفلوس إيجارها يا عروستنا الحلوة. الله لا يحرمني منك. السلام عليكم. عليكم السلام. فلوس التبرع على السريع، مستعجلين الدبر. خلي ببالك المبلغ الضعف. منين ادبر لكم؟ حرام عليكم، هذا رزقي ورزق اطفالي، وبعدين تاخذ مني اتاوي؟ والله حرام، وتضاعف علي؟ لا تقول اتاوي، هذا تبرع من عندك في سبيل الله. خلي ببالك ما حد يفيدك، حياتك بيدنا. لا تفتهم له لا. اذا ما سددت عليك ترى تدفع الثمن غالي. حرام عليكم والله حرام. يعني انت شنو ما تريد تدفع هسه؟ عوفة عوفة. منين انطي؟ عوفة هسه. والله اشتقيت لك يا بنتي. اسمعيني جوانا، اريد قبل موعد اجازتك تنطيني خبر حتى اضبط اجازتي وياها ونقضي اطول وقت ممكن سوي. اي بلي. تمام. يلا بنتي مع السلامة. لك شنو؟ عاشت ايدكم على هالسفرة. كافي انت طبخت لنا. احسن طباخ في العالم. بابا هذا اللي اقدر عليه، الله يرحمكم. امين. يا الله يعرب عليك. السلام عليكم مع عزات سلام. وعليكم السلام. تفضل استريح استريح. شلونك اخوي؟ بعدنا على اولها. بالعافيه. بالعافيه الله يخليك والله وداعتك يعرب عليك. السلام عليكم مع عزات سلام. وعليكم السلام. تفضل استريح استريح. شلونك اخوي؟ بعدنا على اولها. بالعافيه. بالعافيه الله يخليك والله وداعتك. انا سبقتكم هسه اكلت. الله يخليك. انا بس عندي طلب صغير. عمر. الجرار مالتكم محتاجه كلش والله، باكر الصبح عندي شغل بيه. بدون ما تستأذن. الله يخليك. انت جارنا العزيز، بس عندي شرط. قولوا بروح. ما تاخذ الجرار اذا ما تتعشى ويانا. يلا يلا مد ايدك مد ايدك مد ايدك ما يصير. يلا استغفر الله. تفضل. بلغني خبر الحكم عليك يا أبا عبد الله. لا تقلق من شيء. كيف لا أقلق؟ لماذا تأخرت عن فتح الموصل وبغداد؟ كل شيء في أوانه، وسأبشرك بخبر سار قريبا إن شاء الله. الخبر الذي أريده قلت لك ليس من أجلي، ولكن من أجل الدولة الإسلامية حتى تتوسع وتتمدد وتشمل العراق بأكمله. لك الحارس. شوف سيدي، شوف تليفون بيده، ما عرفوا ينظموا وقت التفتيش. روح جيب التليفون. جبت؟ سيدي. هذا شلون دخلته هنا؟ رجال الدولة في كل مكان. جيبوه وخذوه للسجن الانفرادي. عرفت منو اللي دس لك الورقة بملف القضية؟ لا، حقيقة فتحت تحقيق بالموضوع لكن بدون جدوى. ظاهر خلايا داعش النايمة متغلغلة بكل مكان حتى بالمحكمة. هاني ما قاعد أفهم صمت الحكومة
على هذا الانفلات الأمني وسيطرة خلايا داعش بالموصل. لازم أقاوم مشاعري. جوانا مستحيل ترتبط بي. ما لازم أضايقها ولا أضغط عليها بمشاعري. زواجها من ابن عمها قريب، شوفتها رح تزيد وجعي، لكن بنفس الوقت أحبها وما أقدر أشيلها من قلبي. والله ما أدري شنو الحل، الله يعيني. مولانا، هذا كل ما جمعناه من التبرعات. بارك الله فيكما. زيد من جمع التبرعات لنصرة إخواتنا المجاهدين. مولانا، اتفقنا على صفقة سلاح جديدة مع تاجر لديه كميات كبيرة جدا، لكنه أسعاره غالية. اشتروا بأي ثمن، فساعة احتياجنا إليه قد اقتربت، ونصر الله أقرب بإذن الله إن شاء الله. رتب اجتماعا مع الإخوة المجاهدين في سهل نينوى، فقد وردت تعليمات جديدة من أبي خالد بخصوصهم بعد أن من الله عليه بدخول الأنبار ورفع راية الإسلام فيها. الحمد لله، سنفعل يا مولانا، سنفعل. لكن ماذا سنفعل لصاحب محل الملابس الذي رفض دفع التبرعات؟ سيدفع بالتي هي أسوأ، وسيكون عبرة لغيره. هيا انصرف. أمرك مولانا. ماذا حصل؟ عاقبني آمر السجن بسبب الجوال، 2 شهر بدون زيارة. المرة الجاية راح يكون حبس انفرادي. هاي إذا ما عدموك ساعتها راح تقرأ الفاتحة على روحك، ولو أنت حتى الفاتحة خسارة بيك. لا اهدى يا بعض راسك يا عبد الله. اهدى. كل شيء في أوانه. هذا الرافضين لعل يعيش يوما آخر. شكو شرايدين؟ تجي وقت الحساب اليوم اسوي لك عبره لمن لا يعتبر. تعال. رحمة الوالدين. تعال. حجي صاحب 4 أطفال، 4 بنات عندي، لا تيتموهن. هذا المحل شرايدين أعطيكم. رحمة الوالديكم بس عوفوني. حجي كان عشت بيناتهن. حجي رحمة الوالديكم لا يتمها اليوم. اطلع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك يا أبا الوليد. سأمر عليك اليوم إن شاء الله. سعيد، أريدك بنفسك تتابع الشغلة، وإذا احتاجت شيء انطيني خبر. صباح الخير حج كاوة. صباح الخير خلي. تفضل حجي، هذا التقرير الإداري والمالي الفصلي. خليه على المكتب وبعدين أنا أراجعه. تؤمر حجي. أقول لك أحبابي وصلوا؟ حبايبك؟ نعم أحبائي، دول الناس الطيبين البسطاء اللي الله قاسم لهم يجون ياخذون حصتهم من يمي كل شهر. العفو حجي، يعني ما قصدت شيء. اي نعم هم وصلوا وهسه موجودين بالمخزن. وين؟ مخزن؟ اسمع خليل، هسه تروحون تاخذوهم للقاعة الصغيرة، تواكلوهم وتشربوهم أطيب ما عندنا بالفندق، وتوقفون على خدمتهم. لكن حجي هذول منظرهم ما يسمح لنا نستقبلهم بالقاعة الرئيسية منها. خليل، تسوي مثل ما قلت لك، افتهمت؟ بارك الله فيكما. نعم الرجال أنتم. وبارك الله فيك يا مولانا. أريد منكما
أن تكثر من عمليات الاغتيال بين الكفرة والمرتدين من رجال الشرطة والجيش أيضا. التعليمات التي لدينا تقتضي ذلك. سنقتص منه ونرفع راية الإسلام ونبيد الكفر ورجاله. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما الأخبار يا شعبان؟ لقد نقلت اليوم نقلتين بنزين يا مولاي. أحسنت أحسنت. تعال مجلسنا بجواري. قل لي يا صديقي، ألم يطرق سمعك شيء عن أهل الكفر؟ ما هي خططهم مثلا في الفترة القادمة؟ اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا، نورتونا. يا اهلا وسهلا. الزاد ما عليه سلام يا جماعه. اكلوا بالعافيه. فد شويه راح يجيكم المحاسب وينطيكم شهريتكم مثل كل مره. بس لا تنسونا بدعائكم وصلواتكم ان شاء الله. اهلا وسهلا اهلا وسهلا، نورتونا. اهلا وسهلا بكم. جابك هنا كما وعدتك. 21. سماهر، شبيك؟ تعبانة يا روان. شنو يوجعك؟ حرارتي مرتفعة وجسمي كله يأذيني. سلامات، لا تقلقي. فعلا حرارتك مرتفعة. بكلم جوانا حتى. لا يا ربان، لا تكلم لا جوانا ولا بابا، لا تزعجهم. طيب راح ادور لك عن خافض حرارة في الصيدلية، وراح اسوي لك كمادات ثلج مثل ما علمتنا جوانا. ارتاحي وتنفسي بانتظام. مو هاي التعليمات يا سمسم؟ شلون تصير هيك جريمة داخل السجن؟ سيدي للأسف ماكو أي كاميرات داخل السجن. يعني معقول المجرم واحد من السجناء؟ لا سيدي، مثل ما تعرف أبواب السجن نغلقها الساعة 8 بالليل وما تنفتح لحد الساعة 8 الصبح، والجريمة صارت بعد منتصف الليل. يعني قصدك المجرم لو واحد من الضباط، لو واحد من الحراس؟ لا سيدي، هذا الأمر كلش مستبعد. زين، اكو عداوة بين المجني عليه وواحد من السجناء او واحد من الحراس؟ سيدي حسب علمي ما عنده عداوة يا أحد ما عدا الذباح. تمام، روح نقيب عدنان، كملوا الإجراءات مالتكم. قاطع ضبح. لا حول ولا قوة إلا بالله.
يعني انت متأكد ما تعرف شيء عن الحادث؟ وكيف لي أن أعرف؟ انت البارحة بالليل طلعت من الزنزانة؟ أضحكتني. وكيف لي أن أخرج وهي موصودة علي وعلى زملائي؟ اسألوهم، سيقولون أن باب الزنزانة بعد أن أغلق مساء لم يفتح إلا حينما طلبتموني.